في لقاء حصري مع بين سبورتس أكد جمال السلامي مدرب المنتخب المغربي للمحليين أن مجموعته تعتبر متوازنة في ظل تواجد منتخبات المغرب والسودان وموريتانيا، مؤكدا ضرورة تحقيق الانتصار في أول مواجهتين للذهاب بعيدا في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين في المغرب. بسم الله الرحمن الرحيم. بطبيعة الحال مجموعة متكافئة، جميع المنتخبات عندها الحظوظ باش تنافس على البطاقات المؤهلة للدور الثاني. احنا بالنسبة لنا غادي نلعبوا في الميدان ديالنا، غادي نكونوا امام الجماهير ديالنا. اهم شيء بالنسبه لنا هو اننا نكونوا حاضرين من الناحيه البدنيه، اللاعبين يكونوا استرجعوا الامكانيات ديالهم والمؤهلات ديالهم الذهنيه والبدنيه، لان كاين تراكم ديال المباريات في الفتره الاخيره ديال البطوله. بالنسبه للمواجهات تنظن ما غتكونش سهله، لان ثلاث منتخبات عربيه دائما تتعرف نديه، تتعرف المباريات ديالهم، تتعرف نديه، تتعرف قوه، تتعرف اندفاع. وبالتالي اهم شيء بالنسبه لنا هو ان نكونوا مستعدين، نثقوا في القدرات ديالنا ان شاء الله، وبالتالي نتمنى لنا ان شاء الله حظ وافر في الدور الاول اولا، انتقال للدور الثاني ان شاء الله.